سؤال مهم، إيه اللي ممكن يخلي القطيع دواجن صحته تبان زي الفل وفجأة يبدأ يموت بأعداد كبيرة؟ ده بالظبط اللغز اللي هنحاول نحله مع بعض. خطوات تحقيقنا هتمشي كالتالي. هنبدأ بتفشي مفاجئ ومميت، بعدها ندور على الأدلة جوه الطيور نفسها، وبعدين نكشف عن هوية المجرم الفيروسي، نتتبع طريقة انتشاره ونشوف التشخيص وتأثيره العالمي، وفي الآخر هنتكلم عن خطة الوقاية اللي هي تعتبر خط الدفاع الوحيد. تمام، يلا بينا ندخل في قلب الأزمة أول 24 ساعة. السيناريو دايما بيبدأ بنفس الشكل تقريبا، ارتفاع مفاجئ وحاد جدا في نسبة النفوق في فراخ التسمين الصغيرة، غالبا بتكون في عمر من 3 ل 7 أسابيع. قبل ما نفتح ونشوف، الأطباء البيطريين بيبدأوا بمراقبة سلوك الطيور المريضة، واللي بيشوفوه بيكون مقلق جدا، خمول واكتئاب، الفراخ كلها متكومة على بعضها، ريشها واقف ومنكوش، فاقدة للشهية تماما، وفي بعض الأحيان بيظهر زرق لونه أصفر ومخاطي. كل دي علامات بتقول إن في كارثة بتحصل. لكن الأدلة الحقيقية، الأدلة اللي هتحل القضية، موجودة جوه. هنا بقى بننتقل للمرحلة التانية من التحقيق، التشريح. أول دليل بنلاقيه هو الكبد. بصوا كويس على الصورة دي، الكبد الطبيعي لونه بني محمر وملمسه ناعم ومتماسك، لكن اللي قدامنا ده لا، ده حاجة تانية خالص. كبد متضخم، لونه باهت ومصفر وهش جدا لدرجة إنه ممكن يتفتفت بسهولة. ده دليل قاطع على وجود التهاب حاد وعنيف. وهنا بقى الدليل التاني الحاسم، لما نقرب أكتر بنشوف انتشار نزيف نقطي عامل زي راس الدبوس بيغطي سطح الكبد كله. ده بيورينا إن في تدمير حاصل على مستوى الأوعية الدموية الدقيقة في العضو ده. والأدلة مش بتقف عند الكبد وبس، في حالات كتير بنلاقي الكلى كمان متأثرة، بتبقى باهتة متضخمة ومحتقنة، وده بيوضح إن المرض مش بيستهدف عضو واحد، لا ده بيهاجم الجسم كله. خلاص جمعنا كل الأدلة المادية من مسرح الجريمة. دلوقتي جه الوقت نكشف عن هوية المجرم اللي ورا الكارثة دي كلها. المتهم الرئيسي هو مرض اسمه التهاب الكبد ذو الأجسام الاشتمالية، أو بالإنجليزي Inclusion Body Hepatitis، وده مرض فيروسي حاد جدا بيتميز بنفوق مفاجئ وتلف شديد في الكبد في الفراخ الصغيرة، والاسم نفسه جاي من العلامات اللي بنشوفها تحت الميكروسكوب. والسبب ورا المرض ده هو فيروس اسمه Fowl Adenovirus، واختصاراً FADV. ده فيروس DNA مش متغلف وموجود في الطيور في كل مكان في العالم. ورغم إن فيروسات الأدينو عموماً منتشرة، لكن في أنواع معينة منها بتكون شرسة جداً وقاتلة. والمثير للاهتمام هنا إن عيلة فيروسات الأدينو دي كبيرة، وكل نوع بيعمل مشكلة مختلفة. زي ما الجدول بيوضح، الأنواع A بتسبب تآكل في القانوصة، الأنواع C بتعمل متلازمة الاستسقاء التاموري، لكن المجرمين الأساسيين في قضيتنا التهاب الكبد IBH هم النوعين D و E، وتحديداً السلالات اللي أرقامها 2 و8 و11. طيب، دلوقتي احنا عرفنا مين هو المجرم. الخطوة الجاية إننا نعرف طريقة عمله، إزاي الفيروس ده بينتشر من فرخة للتانية ومن قطيع للتاني. الفيروس ده عنده طريقتين للانتشار. الأولى هي النقل الرأسي، ودي الأخطر لأنه بيتنقل من الأم للكتكوت عن طريق البيضة نفسها، وهنا الأعراض بتبان في أول كام أسبوع من عمر الكتكوت. الطريقة التانية هي النقل الأفقي، وده الانتشار المباشر من فرخة للتانية عن طريق الزرق الملوث أو العلف والمياه والأدوات، وده ممكن يصيب الطيور في أي عمر، خصوصاً لما المناعة اللي واخداها من الأم تبدأ تضعف. دلوقتي خلونا نشوف حجم الضرر الكامل، بداية من الخسائر الاقتصادية ولحد إزاي بنوصل لتشخيص نهائي ومؤكد في المعمل. في التفشي العادي للمرض، نسبة النفوق في القطيع بتوصل ل 10%، ودي نسبة طبعاً كبيرة ومؤثرة جداً على أي مربي. لكن في الحالات الشديدة الرقم ده ممكن يتضاعف 3 مرات ويوصل ل 30%، وأحيانا بيعدي الرقم ده كمان. إحنا بنتكلم هنا عن خسارة اقتصادية كارثية. ورغم إن الأعراض الظاهرية والتشريحية بتدينا شكوك قوية جدا، لكن الحكم النهائي لازم يجي من المعمل. أول حاجة الفحص النسيجي، يعني بناخد شرايح دقيقة من نسيج الكبد ونبص عليها تحت الميكروسكوب. هنا بنشوف الأجسام الاشتمالية المميزة جوه نواة الخلايا، ودي اللي المرض اتسمى على اسمها. تاني حاجة فحص PCR، وده بيكشف عن الحمض النووي للفيروس نفسه، وبيدينا تأكيد قاطع وكمان بيحدد لنا سلالة الفيروس بالظبط. بعد ما فهمنا المشكلة بكل أبعادها، خلينا نركز على الحل. إزاي ممكن نحمي القطعان من الخطر ده؟ في نقطة حاسمة هنا لازم تكون واضحة جدا للجميع، مفيش أي علاج مخصص لالتهاب الكبد ده، بمجرد ما الفيروس يدخل ويبدأ يشتغل بيكون فات الأوان.
علشان كده خط الدفاع الوحيد هو المنع والوقاية، وده بيتم عن طريق استراتيجية من 3 خطوات مترابطة. أولاً، أمن حيوي صارم، وده يعني برامج تنظيف وتطهير ومراقبة حركة على أعلى مستوى. ثانياً، تحصين قطعان الأمهات بلقاحات ميتة عشان تكون مناعة قوية جداً، والخطوة دي بتوصلنا للتالتة والأهم، المناعة الأمية. لازم نضمن إن الكتكوت ياخد أجسام مضادة كافية من أمه اللي متحصنة عشان تحميه في أخطر فترة في حياته. وفي النهاية كل ده بيسيبنا مع السؤال مهم جدا، مع نمو صناعة الدواجن العالمية بالشكل ده، إزاي ممكن دايما نسبق التهديد الفيروسي اللي جاي ونكون مستعد له؟ الإجابة دايما بتبدأ بكلمتين: الأمن الحيوي والعلم.